انت جيت يا بالو يا ولدي. ايوه جيت يابا، ويا ريتني ما جيت. مالك يا بالو يا ولدي؟ مالك زعلان من ايه؟ اهو زعلان وقرفان يابا، بقى سيبني بقى في حالي والنبي. ليه يا ابني؟ حصل ايه بس؟ انت السبب يابا في كل البلاوي اللي انا فيها. ليه يا بالو يا ولدي؟ ليه يا ابني؟ وانا عملتلك ايه؟ عملتلي ايه؟ يا ريتك عملتلي. انت عملتلي كوارث ومصايب. ده حتى البت اللي بحبها وعايزه اتجوزها فرقعتني يابا، فرقعتني. ادتني صابونه وقالت لي روح على ابوك ولا حتى امك. وانا ايه دخلي بالموضوع يا ابني؟ بقول لك انت السبب يابا، انت السبب. يا نهار ابوك اسود يا بالو يا ولدي. انت بتشوح لي بايديك الاتنين وبتهشني كده اهو. والنبي يابا ما تغيرش الموضوع وتنسيني الكلمتين اللي انا كنت جاي اقولهم لك. ده انت امك ما عملتهاش. يا ابني انا طول عمري اسمع عن الابن العاق، وعمري ما شفته في حياتي، بس شفته دلوقتي يا بالو يا ولدي. والنبي يابا ما تخلينيش اعيط، كفايه اللي انا فيه، خلاص ما بقتش قادر. وانت جاي لي بعد السنين دي كلها تحملني مسؤولية فشلك وخيبتك؟ انت اللي فشلتني يابا وخلتني مسخه بين زمايلي وبين صحابي. بس لو تفهمني اللي حصل يا ابني، ايه اللي حصل؟ وات كان ايدوه وما عملتهوش؟ كان بايدك تعمل حاجات كتير يابا. ليه رمتني يابا في التهلكه؟ ليه؟ فاكر يابا؟ فاكر لما قعدت اتحايل عليك عشان تشتري الشقة ام 5 مليون اللي في العلمين الجديدة وانت مرضتش؟ فاكر يا بالو يا ولدي ومش ناسي. ولا حتة الارض ام 20 مليون اللي في شمال الرحاب؟ كفاية يا بالو يا ولدي، ما تقطعش قلبي اكتر من كده. انت عارف بقت بكام دلوقتي يابا؟ وانا هعرف منين ان الدنيا كانت هتروح في داهية كده وهنتبقلش كلنا؟ انا كنت عارف يابا، كنت عارف. وما قلتليش ليه يا ابني؟ ما قلتليش ليه؟ يا ابني اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في الطعمية. اهو على الاقل كنت حاولت بدل ما انت قاعد لي كده ومقعدني جنبك زي ازازة الخل البايظة. حاولت يا بالو يا ولدي، بس ما كانش بيدي اكتر من كده، ما بيديش. كان بإيدك يابا تغير حياتنا كلنا وتخلينا بدل ما احنا تحت الصفر تخلينا فوق الصفر. احنا دلوقتي نزلنا خالص يابا، من الطبقة المتوسطة للطبقة المعدومة نفسيا. يا ابني يا حبيبي، الدنيا ما بتمشيش على مزاج حد. طب تقدر يابا تقولي اللي اشتروا في العالمين والشيخ زايد احسن منك في ايه؟ يا بالو يا ولدي، الناس دي كان عندها ماني، وأبهاتهم كان عندهم كمباني. اديك قلت يابا كمباني، يابا كمباني. تقدر انت يابا تقولي فين الكمباني بتاعتك او حتى الشركة بتاعتك، اي حاجة؟ يا ابني أنا شجع عمري راح عليكم وعلى هدومكم وعلى أكلكم وشربكم، لحد ما كبرتكم وبقيتوا شحطة وحلاليف قد الدنيا، ودلوقتي تقدروا تجيبوا الكمباني وتطلعوا منها الماني وتشتروا في التجمع والشيخ زايد والعالمين القديمة كمان مش الجديدة. ما كنت جبت يابا وريحتنا من الغلب اللي احنا فيه دلوقتي؟ يعني أنا دلوقتي ده جزاتي إن أنا خليتك مان ملو هدومك قد الدنيا؟ كان نفسي ابقى سوبرمان، يا ريتني ما بقيت مان. يا خسارة تربيتي فيك يا بالو يا ولدي. طب كنت حوشت لك قرشين ولا بنيت لك عمارتين ولا حتى اشتريت لك سبيكتين كانوا نفعوا في الايام السودة ديت يابا. مش كان زماني دلوقتي قاعد بلم في الايجارات وبلم في الفلوس وانا حاطط رجل على رجل يابا؟ لا مدير بقى يتحكم فيا ولا عصافير في الشركة يتعصفروا عليا. يا ابني انت فاهم الحياة غلط. فهمني يابا، فهمني واديني دروس في الحياة.
يا ابني ده المثل بيقول لا تعطني سمكة ولا تعلمني اصطادها ولكن اعطيها لي لأكلها. لا معلش، لا معلش يا ابني، انا اتلخبطت، مش ده المثل، لا لا لا. المثل بيقول لك لا تعطني سمكة ولكن علمني اصطادها. وهو فين يابا الطعم اللي هرميه للسمكة عشان اصطادها؟ علامك يا بالو يا ولدي، هو اللي هيخليك تصطاد السمك والقروش والتعابين وعروسة البحر كمان. وهو فين السمك يابا؟ وفين عرايس البحر؟ خلاص يابا، اللي سبق أكل النبأ وخلصنا. جاي تحاسبني يا بالو يا ولدي بعد اليرز والسنين دي كلها؟ اعمل حسابك يابا، عروستي اللي فرقعتني جوزتي منها على حسابك انت يابا. ايه يا اخويا، ده لما تشوف حلمة ودنك، ده انا المعاش بيأكلنا عيش حاف بالعافية، وبنقضي بقية الشهر انا وامك بالسلف والدين. ماليش فيه يابا، ماليش فيه. امال انت ابويا ازاي؟ ما يفزر ازاي؟ انت جاي بتتشطر عليا يا بالو يا ولدي، ما تروح تشطر على امك اللي اخوها واكل ورثها ومش عارفة تجيبه. ورث؟ انت قلت ورث يابا؟ يعني احنا عندنا ورث واملاك وما نعرفش ومش عارفين ناخدها؟ لا، ده احنا ناخدها ولو حكمت بالمطاوي. ايوه يا بالو يا ولدي، وما احناش عارفين ناخده. طب اركن انت بقى كده على جنب شويه يابا وسيب لنا الحكايه دي. اما صحيح الكلام اللي انا سمعته ده؟ كلام ايه يا بالو يا ولدي؟ قال احنا عندنا ورث ياما واخوكي واكلوا علينا. يا ابني، اخوك وكلكو على رأي محمد رمضان. استريحت انت كده يا اخويا لما قلت للواد على الحكايه اياها ديت؟ ايوه يا حبيبتي استريحت قوي، ما هو هيجيبهن اهو. ياما ردي عليا وعرفيني وطمنيني، انت ليكي ورث ياما ولا ده كله كلام في كلام؟ ايوه يا بالو يا ولدي ليا ورث، يا لهوي. انت لا يمكن ابدا تكوني ميمزر. يا ابني مش بايدي، يور انكل اللي مش عايز يديهولي. احنا خبينا عليك الحكايه دي يا ابني، مرات خالك شرط علينا عشان تدينا الورث لازم تتجوز بنت خالك بخاطرها، وانت ما بتحبش بخاطرها. ولا يهمك يا بالو، انا هجيب لك ستها. يعني لازم اخد بخاطرها؟ يا ظهري، يا لهوي، الحق الواد. يا قلبي، ما تقوم يا راجل، الواد هيروح مننا. ما تقوم تسترجل يا بالو، يالا في ايه مالك خرع كده؟ ما هو ده يا اختي اخر دلعك وتربيتك فيه. جرى يا حاج، هو انت مش قادر على الحمار هتشطر على البردعه؟ على رأي المثل ما تخافش من الخيبة بس خاف من خلفتها. تقصد مين بالهبله ده يا راجل انت؟ يقصدك انت ياما. اجري يا بالو على اوضتك يلا. حاضر ياما. انت هتعمل ايه يا ولية؟ هعمل ايه؟ هرقص معاك سلو يا عم الحاج. الحجن يا بالو يا ولدي.